여러분 안녕하세요. 잘 지냈어요؟ 저는 잘 지내요. مرحبا، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا كتير مناح وأنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. في فيديو اليوم رح نعمل كيكة عيد ميلادي. كتير متحمسة. رح أعمل معكم اليوم كيكة أو يعني الكيك الكوري اللي كان ترند في فترة ماضية، بس اليوم حيكون لمناسبة كتير مميزة لعيد ميلادي. خليكم مع الفيديو لتشوفوا النتيجة شو راح تطلع معي. المكونات كتير بسيطة وكتير سهلة، وطبعا النتيجة راح يطلع طيب. ليش؟ لأنه أنا عملته. ثقة بالنفس. يلا على المكونات. راح أكتب لكم المكونات وطريقة راح تكون مبينة بالفيديو، لأنه كتير بسيطة وكتير سهلة، يعني ما راح تحتاج كتير شرح. راح نحتاج ل3 بيضات، نص كاسة سكر، بنخفقهم كتير منيح مع بعض لحتى يصير الخليط أبيض، وبعدها بنضيف نص كاسة زيت ونص كاسة حليب وملعقة كبيرة من الكاكاو وبرضو من الطحين وكيس خميرة كيميائية. إذا بدكم الكيك يكون كيك فانيلا ضيفوا فانيلا ولا تضيفوا الكاكاو. حطيت الخليط بقالب على شكل مستطيل عشان لما ينخبز يسهل علي اني اقطعه لشكل دائري. قطعته على دوائر على هالشكل 3 طبقات، وعملت برضو كريمة بذوق الفانيلا وكريمة بذوق الشوكولا. كريمة الشوكولا عشان احطها بين الطبقات، وكريمة الفانيلا عشان اغطي بيها كل الكيك. هلأ لما بدنا نحط الكيك فوق بعض بنحط أول طبقة بنسقيها يعني إما بحليب أو بعسل. العسل يكون خفيف، ما بعرف انتو بتعرفوه أظن بالقطر أو هيك اسم، المهم يكون عسل كتير خفيف أو بالحليب عادي. بحط طبقة من كريمة الشوكولات، طبقة حطيت فوقها موز والطبقة الثانية حطيت فوقها جوز. رح يطلع المزيج كتير حلو، ولأنه نحن بالصيف والجو كتير حار تعبتني جد الكريمة. كان تطبيقها على الكيك كتير صعب وكتير متعب، لأنه بتصير يعني تذوب الكريمة، فكتير تعبتني العمل فيها. وهي هي النتيجة النهائية للكيك. عجبني وما عجبني، حسيت شوي بخيبة أمل لأنه ما طلع مثل ما كنت متوقعة، بس على العموم طلع يعني شكله حلو. قولولي رأيكم بالنتيجة النهائية كيف شكلها. ما فرجيتكم كيف طبقت الكريمة البيضة لأنه جد تعبتني كتير لما عملتها. هلا احترت إذا أحط عليها هيدي تبع الهابي بيرثداي، بس خفت أخرب الشكل، أو أحط بس الشمع لوحده. وبالأخير ما حطيت الهابي بيرثداي
ما بعرف ليش لأنه عجبني هيك شكله كتير سيمبل وبيشبه الكيك الكوري و... وغنيت لنفسي هابي بيرثداي هيك بدون شمع. شو رأيكم؟ عن جد طلعت، أنا عن نفسي يعني حبيت النتيجة لحد الآن، يعني رضيت بالنتيجة، بس قولوا لي رأيكم انتو. والطعم طبعا يعني ما نحكي على الطعم، ما نحكي. 진짜 맛있어요. وهيك نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، إن شاء الله تكون عجبتكم الكيكة تبعي لعيد ميلادي. أم، شكرا لكل حدا حكى لي هابي بيرثداي، عيد ميلاد سعيد، شكرا لكم كلكم. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. حاولت أعمل يعني كيك بيشبه الكيك الكوري بس على العموم حبيت النتيجة. بشوفكم بالفيديو الجاي. 안녕 여러분. 사랑해.